يلا الاخوان كيتعاودوا الاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قربوا لعندنا، قربوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم في بيت الحاج مكي بن كيران رحمه الله يرحمه. وهذا البيت المعروف بناه رحمه الله في 1951 ميلادي. بناه شركة الحضر فيها 206 متر رحمه الله وبناه. ومن يوم ما بناه إلى الآن الحاج مكي بن كيران قليل اللي كيعرفوا واحد القضية، وهي أن الحاج مكي بن كيران هو الذي أدخل إلى المغرب القراءات العشر، كل قراءة بوحدها. لا إله إلا الله. كان ما كيبغيش داك التخلاط ديال القراءات كذا كذا. هذاك تيقول لك الحفظ، هذا كيف الحفظ؟ ماشي التعبد وماشي التلاوة. ونشر كل رواية على حدة. لما تجي تقرا كتقرا واش؟ تقرا قانون، تقرا حفص، تقرا كل وحده كيقرا. وهو مولاي هكذا مع كبار سنين، هو مولاي الشريف العلوي. مولاي الشريف العلوي اللي ولدو مولاي علي العلوي اللي كان رئيس حزب ديال هذا. المهم اي يرحم والديه. المهم هو نشر التجويد. وهذه الدار لو كانت تتكلم لأخبرتكم كم ختمة من القرآن تليت فيها السنة. زاوية هذه زاوية. وكم من الصالحين جاءوا خارج المغرب وداخل المغرب. كان كيجي هنا من الحبيب عنده 4 عيالات، قال يا وليدي كان كيجيب 4 حنا كيجيو كذا وكيخرجوا الأوراد ويخرجوا الأذكار. رحمه الله ومدحي. وعنده ليلة ديال نصف شعبان إلى الآن ما تركوا هؤلاء. الله يجازيهم بخير. ذات مستمرة نهار الرئيس كانت عنده. وهذا هو. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. سي ودي الحمد لله على هذا اللقاء. تكريما لقصيدة عبد القادر راه يقرأ فيها القرآن يوميا، كل نهار فيها حساب بقراءة معينة، وكل 15 يوم تتكون ختمة. والله يجزيهم بخير. واحد المجموعة ديال القراء أساسية اليوم في هذا الدار وما أكثرهم الحمد لله. تيجي واللي بغى يتعلم مرحبا به، راه تيجي تيتعلم القراءات. هذا اللي يمكن نقول لكم، وأنها مفتوحة بفضل الله وبكرمه وبجوده وبإحسانه، وقائمة بفضله وجوده وكرمه، بحيث والله بعض المرات ما تنعرفوش شكون اللي جا وشكون اللي عمل وشكون اللي صلح وشكون اللي صوب. ولكن كاين بعض التلاميذ اللي هنا اللي هي جنود مجندة اللي قائمة بهذا المنزل وسيبقى قائما بفضل الله. والحمد لله الحمد لله على هذه الكرامات اللي كينفذ هي كثيرة. أجر السنة ومن أحياها ومن داوم عليها. الله يحفظكم. الله يحفظكم. اسيدي كنشكركم من تعاوناتكم بهذا الشيء هذا قبل ما نخرجوا. كاين قراءة القرآن عاد تفهمتوا عليها كل يوم كيقراو 5 حزاب هنا في هذا. الله يجازيكم. الطلبه ديال كل يوم بروايه، كل يوم بروايه. واليوم انتم تحطوا في روايه السوسي. نعم انتم ما تسمعوش شويه. بسم الله.
اوكي تعالوا طفي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. حبيبنا محمد عليه السلام. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. الله
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الكرم آمين. آمين. لا يا خليك يا خليك. سيدي أمولاي دابا تقراو بالسوسي بعد يمكن لكم ديروا واخا آية أو جوج قراءات مختلفة باش يعرفوا القرآن. الله يجزاكم بخير. ما بغيناش نوقفوهم بزاف كانوا الشلي ولا يلا كنشوف مرحبا بهم يدخلوا يجلسوا. زيد شي صافي صافي. تفضلوا جلسوا يا سيدي. تفضلوا سيدي تفضلوا ما تبقاوش يوخص. كلشي يجوا